تمام تمام تمام. مساء الخير او صباح الخير او ايا ما يكون على الناس اللي بتشوفنا، يعني هم عدد مش كبير بس بنشكرهم طبعا على السؤال الكتير الفترة اللي فاتت. وانا وناصر بنعتذر طبعا عن الغياب الطويل الفترة اللي فاتت دي، بس تالي انتوا متوقعين يعني، لان انا بنشتغل شغلانات تانية احنا الاتنين، فالانشغال بصراحة عامل مشكلة كبيرة. وحاجة تانية كمان هو ان انتوا تعرفوا كمان يعني ان احنا بنحضر كتير للحلقات، يعني الحلقة بتاخد مننا مجهود كبير عشان خاطر نطلع محتوى معين انا راضي عنه انا وناصر. يعني المهم ان انا قررت اوقف سلسلة الغيابات دي بحلقة بسيطة، ويمكن تشوفوني بعد كده في حلقات قصيرة يعني بعبر فيها عن حاجات انا في العادي بكتبها يعني، لكن انا هاخد قرار ان انا ابدا اسجلها كنوع من انواع ان انا بحب كده كده ان انا يعني اعمل سيف لارائي عموما يعني، واسيب وجهة نظري لما بعد ذلك يعني. طبعا هتلاقوا مشكلة النهاردة في اسلوبي في الكلام، لان انا بصراحة من نوعية الناس اللي مش بتحب ان هي تتكلم من غير تواجد بشري. يعني مش سهل عليا بصراحة ان انا ابص للكاميرا واتكلم كده مع آلة، يعني منطقي ان انا بحب التفاعل يعني، ويمكن ده بيساعدني كمان على ان انا اطلع بشخصيتي الحقيقية، يعني اللي هي اسلوبي وطريقتي، هزاري، جدي، زعلي. لكن انا هحاول قدر ما، يمكن الموضوع بيجي بالتعود معرفش. بصراحة حسيت بعد ما جربت يعني ان الموضوع مش سهل ان ناس يعني تكلم الآلة. يعني انا في العادي بتاعي ان انا عشان خاطر اتكلم يعني لازم يكون في بني ادمين معايا يعني. المهم ان الحلقة المرة دي انا هتكلم فيها عن تجربة زيارتي للنرويج. ولعل الموضوع ممكن يتاخد بشكل كوميدي يعني، لان اللي هو بقى يعني بيتكلم كل شوية يقول يعني ايه ايام ما كنت في النرويج يعني. فانا حبيت بصراحة ان انا ادون تجربتي دي واسيفها، خصوصا لان انا عندي تعليقات كتيرة عليها. معرفش هل انا ممكن كل تأملاتي او ارائي في الايام اللي انا رحتها هناك دي، هل ممكن الحلقة دي تكفي ليها ولا لا؟ بس انا احاول ما اطولش يعني واتكلم عن الهايلايتس عموما يعني. انا ليه رحت النرويج عموما؟ يعني انا رحت النرويج في مؤتمر اسمه مؤتمر European Conference of Social Medicine، يعني المؤتمر الأوروبي للطب الاجتماعي. ايه هو الطب الاجتماعي؟ هو ببساطة يعني الناس اللي عندها اهتمامات مشتركة بتجمع ما بين الطب وما بين العلوم الاجتماعية. يعني مثلا دكاترة بيتعلموا سوشيال ساينسز مثلا زي علم الاجتماع او الانثروبولوجي او علم النفس، او ايا ما يكون من الحاجات اللي هي العلوم الاجتماعية، او ناس بتدرس علوم اجتماعية اصلا بس مهتمة اكتر بالجانب الطبي. يعني كان في معانا مثلا زي ما كان معانا اطباء زي مثلا مهتمين بالعلوم الاجتماعية، فكان معانا علماء اجتماع او ناس بتدرس علوم اجتماعية عموما، ولكنها كانت مهتمة أكتر بالكلام عن العلوم الاجتماعية وعلاقتها بالطب. فيا إما أنت كده الحاجة الأساسية عندك الطب وبتهتم بالعلوم الاجتماعية، أو العكس يعني. طبعا المؤتمر ده بيتعمل سنويا يعني، وانت بتقدم ليهم ابستراكت، يعني بتقدم ليهم زي بريزنتيشن او فكرة معينة انت عايز تتكلم عنها، وهم بيبعتوا لك انفيتيشن، يعني قبلوا الفكره او ما قبلوش الفكره يعني. ولاجل حسن الحظ انا قدمت لهم فكره اصلا من حلقه الطب النفسي اللي احنا عملناها في بودكاست بجد، وقدمت لهم الكلام اللي احنا قلناه. يعني مش قدمت لهم الحلقه، ولكن محتوى الحلقه نفسه والابحاث اللي احنا استندنا عليها عن ازمه الطب النفسي في مصر هي اللي انا قدمتها لهم يعني. وبالتالي هم بعتوا لي ايميل طويل كده ان انا اتقبلت في المؤتمر يعني. المهم دلوقتي ان المؤتمر زي ما انا قلت هي فكرته ان السوشيال ميديسن عموما هو كونسيرن جديد او فكرة جديدة بيحاولوا ان هم يهتموا بيها في البلاد الاوروبية وامريكا وباقي البلاد الاخرى. يعني هدفهم منها ان هم يدمجوا الجزء الاجتماعي ده في الممارسات الطبية. يعني مثلا هم عايزين يخلوا دكاترتهم involved اكتر في مثلا الدور الاجتماعي في المجتمع، وعايزين علماء الاجتماع يهتموا اكتر بالجانب الطبي. طبعا هم بيحلوا مشاكل كتيرة يعني ليها علاقة بالموضوع ده، وانا لسه هتكلم اكتر عن تفاصيل المؤتمر يعني وعن الحاجات اللي حصلت هناك. طيب قبل ما نروح المؤتمر انا قضيت هناك تقريبا 6 ايام، منهم 3 ايام برا المؤتمر ومنهم 3 ايام في المؤتمر. طيب انا اول ما رحت هناك رحت يوم 19، وصلت بولندا، ومن بعد كده من بعد بولندا وصلت النرويج.
واول فندق خدته كان في اوسلو. وطبعا انا مش عاوز استفيض قوي بصراحه في الكلام اللي انتم ممكن تسمعوه من اي حته، يعني عن فرق جوده الحياه وعن شكل الشوارع وعن المواضيع دي. بس انا عاوزكم تتخيلوا يعني دوله اسكندنافيه شديدة الرفاهية، عندها وفرة مهولة في الموارد، ما دخلتش صراعات عسكرية أو صراعات سياسية بقالها كتير، عندها كثافة سكانية تقريبا 5 مليون نسمة، بتتكلم ان هي بتتقسم على 400 ألف كيلو متر مربع، بتتكلم على ثروة من البترول مهولة، وثروة من طاقة الرياح، وحاجات كتيرة مهولة. يعني بتتكلم عن طبعا أكبر صندوق سيادي في العالم، واللي أسسه بالمناسبة تقريبا راجل عراقي. مش عايز يعني أخش كتير في تفاصيل تاريخية أنا ممكن أكون مش ملم بيها يعني، لكن دي المعلومات اللي وصلتني بصراحة، وانا ما خدتش وقت ان انا اعمل ريسيرش فيها كويس يعني، فبالتالي مش عايز استفيد فيها كتير قوي يعني. مش عايز استفيد برضو في الكلام عن يعني ممكن تكون البلد دي شكلها عامل ازاي يعني كلام كتير، وكلام ممكن تستنوا او ممكن تسمعوه من حد تاني بصراحة، عن جودة الشوارع وعن الناس وعن المنطق، يعني عن عالم مختلف تماما. بصراحة هي كانت الحاجة الجديدة بالنسبة لي، مش ان انا اكون عارف ان في فرق في جودة الحياة بيننا وبينهم، بقدر ما ان انا احس بيه. يعني انا مش هضحك عليكم، مثلا انا كنت حاسس ان يعني كنت مصدق ان جودة الحياة في اوروبا او في البلاد الاسكندنافية دي اعلى من عندنا، لكن ببساطة او الاختلاف هنا هو ان انت لما تعيش جودة الحياة دي او لما تلمسها عن قرب بيبقى تأثير الموضوع ده كبير عليك. يعني لذلك انا شايف ان موقف اي شخص سافر او جرب التجربة عن قرب هيكون مختلف تماما عن اي شخص كل معلوماته عن الفيديوهات او القراءات او الى اخره يعني. لان جودة الحياة عموما ما تنفعش ان انت تتخيلها كأرقام، ما ينفعش ان انت تتخيلها كمصادر دخل. ما تقولوش مثلا ان شخص هناك بيقبض كذا او شخص هناك بيعيش كذا. لو انت ما شفتش المواضيع عن قرب اكيد هو هيبقى شعورك مختلف يعني. وانا هنا مش عاوز ادخل في سياقات الندب والصويت يعني على الفروقات، ومش عاوز برضو ادخل بفكرة اللي هو يعني احكي لكم بقى قصة جمال الاتوبيسات وجمال القطارات. هي حاجات فظيعة طبعا، يعني هناك وسائل مواصلات مهولة، يعني حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى الرقي والنظام. يعني مش عايز اقول الكلام اللي الناس كلها بتقوله، بس هو فعلا انت ممكن تظبط ساعتك على المواصلات هناك. يعني انت ممكن مثلا لو ساعتك مش مظبوطه تروح تركب اتوبيس مثلا وهيقول لك ان انا هنزل مثلا الساعه 4:14 هو هينزل الساعه 14 دقيقه فعلا، يعني بلا اي مبالغه. الكلام ده مفيش فيه اي مبالغه يعني. حتى انا لما ركبت كمان القطر العام، يعني اللي هو المفروض ان هو بتاع الغلابه بتاع الناس العادية، يعني لان هم عندهم قطر اكسبريس كده بيوصلك بسرعة، وعندهم قطر بتاع اللي هو العادي. يعني طبعا قطر العادي ده حاجة مهولة يعني. ولاجل الحظ عشان خاطر قبل ما اروح، فانا كنت مروح في ساعة الذروة، فالابليكيشن اللي هم معرفش ده تبع وزارة المواصلات ولا ده تبع ايه بالظبط، اسمه روتر، كان كاتب لي ان انت هتلاقي ان القطر كراودد شوية. فكراودد دي يعني هو المفروض انه مزدحم. يعني مزدحم دي يعني انت لقيت مثلا ان غالبية الكراسي عليها ناس، بس هو ده الكراودد يعني. فطبعا يعني الكلام الكتير بقى عن الفروقات والتندر عن الموضوع ده، انا مش بقول ان انا مش هتندر، يعني ممكن امارس السخريه دي، بس لازم يكون حد معايا بصراحه عشان خاطر ايه يشعل الفتيل يعني. لان انا ما مش ضد السخريه يعني، عادي. السخريه بالنسبه لي لغه وانا بستعملها يعني، بس يعني مش ده هدفي النهارده ان انا اتكلم عنه يعني، او مش هنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي يعني. طبعا قضيت الاول يوم ده في في زي ما انا قلت في اوتيل كده في اوسلو نفسها في العاصمه. ورحت طبعا مفيش طبعا انت مفيش اجهاد في المشي. في العادي انا شخص ما بيتمشاش قوي يعني، او ما بيحبش التمشيه بشكل لطيف، او ما بيحبش يتفرج على الاماكن الاثريه يعني. بس طبعا ان الجو كان في منتهى الجمال ومنتهى الروعه يعني. احنا كنا في الصيف، لكن هم في العادي ما عندهمش الجو ده. هم عندهم في العادي جو شتاء شديد يعني. فطبعا انا طلعت الف، ويمكن يعني الناس تنتقدني في حاجة زي كده أو تعتبرها حاجة عادية، بس أنا كنت يعني بتحرك بالأسلوب الثقافي أو بطريقتي أنا كمصري يعني. ودي يمكن دي حاجة اللي ضايقتني شوية، فإن أنا كنت شايف إن أنا بشوف ناس جديدة، فبالتالي كنت بشوف أي فرصة إن أنا يعني أتكلم مع الناس يعني. ودي بقى النقطة
يعني الأساسية اللي أنا ممكن أنتقدها يعني هو إن الناس ما بتردش. هو بالنسبة لهم لو أنت عديت عليه وقلت له هاي مثلا، فدي حالة من حالات الرودنس، إن أنت قليل أدب، يعني مش قليل أدب بس هو بيستغربك، يعني أنت ما تعرفنيش فبالتالي بتقول لي هاي ليه. ممكن لما أنا بحاول أفتح كلام، يعني ممكن اللي بيترد عليا مثلا هي ريسبشنست مثلا عشان ده شغلها وبتختصر في الكلام قدر الامكان. الموضوع ده بصراحه ضايقني في اول يوم، لان انا مش يعني انا جاي اشوف بلد جديده، جاي اتعرف على الناس، جاي طبعا ده بالنسبه لهم هو ده تكوينهم الثقافي يعني، او هي دي افكارهم وهي دي طريقتهم في الحياه. يمكن انا طبعا اللي كنت غريب بالنسبه لهم يعني. طبعا ممكن ناس تقول لك يعني انت مش متعود على الخصوصيه ومش متعود على الخصوصيه والكلام ده كله. دي طبعا اشكال قلة الادب ما بتفهمش. طبعا اليوم الاولاني خلص طبعا ان انا لفيته كله، قضيت الدنيا كلها لف، اتفرجت طبعا على النهر اللي هناك، على المناظر الطبيعية. من ضمن المواقف اللي انا استغربتها جدا يعني ان كان في ده لاجل يعني ان انا دكتور وبتفرج كده، ففي واحد وقع تقريبا في مكان يعني. من ضمن الحاجات يعني. وهنا انا ما بوصفش الامر ده لا يعني انا مش انا بوصفه بس، انما انا مش بنعته لا بالايجاب ولا بالسلب، لا بمدحه ولا بذمه. لكن الراجل اللي وقع مثلا على رصيف في الشارع، ما حدش قرب له خالص، واستنوا عربيه الاسعاف. عربيه الاسعاف جت، الراجل يعني وقع نونه خالص. ويمكن انا قربت منهم، يعني انا كان عندي فضول بصراحه يعني اسمع الكونفرزيشن اللي بتتم ما بين مسؤول الاسعاف يعني، وما بين وما بين الراجل اللي وقع والراجل اللي هو يعني مسعف تاني. كان في 2 مسعفين، كانت واحده ست كبيره شويه وواحد تاني اسيوي. فالاسيوي يعني بيرد بلهجه طبعا شبهنا كده، فقال لي يعني، فقلت له ان انا طبيب وانترست اشوفكم بتعملوا ايه بس مش اكتر يعني. فده طبعا ممكن يكون تدخل مني او سلوك مش بروفيشنال طبعا ان انا اعمل كده. فهو قال لي يعني بس انا مش عايزك تقف هنا يعني. فانا مشيت يعني. طبعا الحاجات دي يعني حاولت كذا مره طبعا، انا وانا قاعد في الحديقه مثلا حصل موقف بسيط، مثلا ان انا كنت عايز اتصور، انا عايز حد يصورني مش عايز اخد سيلفي. ف فلقيت واحده بتصور نفسها سيلفي، فقلت لها طيب خلاص انا هصورك وانت تصوريني، فقالت لي نو. فانا متعجب يعني اللي هو يعني طب التعاملات العاديه يعني مش معقوله يعني. هي يبدو عليها من هيئتها ان هي مش اسكندنافيه يعني، او غالبا كده يعني. لكن بالرغم من كده برضه هي رفضت، يعني يبدو ان هي عايشه هناك، او يبدو ان هي اوروبيه بطريقه ما، او يمكن عشان انا شعر اسود فالناس بتخاف مني. ما عنديش فكره بصراحه ايه ايه العنصر المسبب للقلق ده يعني. المهم طبعا بعد كده اليوم اللي بعده، ده اختصارا اليوم الاولاني. اليوم اللي بعده انا بدات اروح على المؤتمر. بدات اروح طبعا على الاوتيل اللي هم حاجزينه لنا. كان موجود في طبيعه غريبه. البيوت هناك مش عارف يعني بصراحه لا يمكن وصفها، الا ان كل واحد فيهم عايش في جنه لوحده. البيوت هناك قصادها خضره مهوله. ريحة الجو هناك ببساطة أكنك بتشم دايما زرع مبلول يعني. ريحة الزرع وهو مبلول وهو فريش دايما في الجو. حقيقي ما كنتش أعرف إن السماء لبني. دي مفاجأة بالنسبة لي، ما كنتش واخد بالي إن أنا عايش في درجة من درجات الأزرق القاتم، غير لما شفت السماء هناك، لأن السماء حقيقي لبني يعني. حقيقي شفت اللون السماوي يعني، عرفته عامل إزاي. اكتشفت طبعا ان السماء هنا مصفرة. وهنا حتى في الشمس يعني، حتى قصدي من غير الشمس يعني، حتى في الشتاء. ده اكتشاف جديد يعني. شو انا النقطة الجديدة طبعا انا شفت الالوان اكثر نضارة. فيبدو ان المشكلة مش في الشبكية عندنا، بقدر ما ان في فعلا درجة مهولة من التلوث بتخلي الالوان فعلا مشوهة. برضو زي ما انا قلت يعني ايه، دي نقط كده سريعه برضو، مش عارف، مش عايز استفيض قوي في النقطه بتاعت قد ايه البلد روعه يعني، بس ده دايما هتلاقيه في الكلام، ودايما هتلاقيه بيحضر يعني، لان هو ده اكتر حاجه كانت بتلفت العين يعني. الموضوع فعلا شديد الابهار يعني. طبعا من ضمن الملاحظات التانية ان كل الاعمال اللي هي الخدميه البسيطه يعني، زي سواقين التاكسي وزي سواقين الاتوبيسات وزي الريسبشنستس في مطاعم غالبيتهم. طبعا السواقين وكده كلهم هتلاقيهم عرب، مهاجرين او افارقه او ناس من جنسيات اخرى. وكذلك المهن اللي احنا ممكن نسميها مهن صغيره يعني، هتلاقي دايما هم بيمتهنوها هناك يعني.
بصراحة ما شُفتش من الناس هناك عنصرية، لإن هُم ما بيتعاملوش أصلًا، ما لحقتش يعني حد يتعنصر عليَّ يعني، بس ممكن يكونوا عنصريين ما أعرفش، بس بيتهيأ لي ما فيش ضرورة للموضوع ده يعني، بيتهيأ لي أنت لمّا هتروح هناك وتعيش، يعني ما فيش ضرورة إن حد يتعنصر عليك، لإن هو ما أظنش إن هو خايف إن أنت تاكل أكله أو تشرب شوربه، ما أظنش دي حاجة تخوّفهم يعني، لإن فعلًا في وفرة مهولة يعني. اليوم الأولاني عدّى، كان قاعد معايا 2، واحد فرنساوي وواحد أمريكاني، طبعًا شباب لذيذة. يعني الفرنساوي ده شاب متفوّق، طبيب متفوّق، فالحكومة خدت قرار إن هي تدعمه، دخّلته كُلّية تانية تقريبًا بيدرس فلسفة وعلم اجتماع، ولد لذيذ. ودي طبعًا مِنَح من مِنَح الحكومة إن هي تساعده إن هو يطلع المؤتمرات دي، وهي بتساعده إن هو ياخد الكُلّيتين مع بعض، هو متفوّق جدًا يعني. الولد التاني كان أمريكي وكان بيتجول يعني، هو كان psychiatrist، هو طبيب نفسي، أو هو لسه في الكلية، وبالتالي هو برضه لأ، بس دي كان طالع على حسابه يعني، بس بالتالي المسألة بالنسبة له ما كانتش مكلفة يعني. مش هاتكلم بقى عن فكرة الinteraction اللي حصل ما بيني وما بينهم، لأن كان في شوية تفاصيل يعني تخص التعامل ما بيننا. ممكن أقول موقف بسيط يعني حصل ما بيننا يعني، هو إن أنا كان معايا أكل أنا رايح بيه، جايبه من مصر يعني، فلما فتحت الأكل عشان آكل، فالعادي بتاعي ان انا متعود عليه ان انا معايا ناس في الاوضه فانا بعزم عليهم يعني، فانا لما جيت عزمت على الواد الامريكي ده، فقال لي لا لا انا شبعان ومش عارف ايه والكلام ده ومش عايز اكل وكده يعني. فمش عارف يعني قال ايه اللي الهمني ان انا اقول له بص انا فاهمك، المساله دي فور فري ما تخافش يعني، خد حته كان معايا حاجات مخبوزات يعني، قلت له خدها ما تخافش مش هاخد منك فلوس يعني. فالواد خد البتاع فعلا، فانا ما كنتش متخيل ان هو يعني انا هبيع، هو متخيل مثلا ان انا هبيعها له. وقلت له يعني ان دي حاجات كالتشرال يعني، حاجات احنا بنعملها كسلوك عادي، مش طالب منك حاجه قصادها يعني. في نوتس تانية كتير ممكن اعلقها على الاختلاف عموما يعني. بس مش هي دي وقتها دلوقتي، انا عايز اروح اكتر للكلام عن الكونفرنس نفسه يعني. الكونفرنس بقى بدأ في يوم 20. احنا طبعا قبل الكونفرنس عملنا لقاء مع الناس، عملنا لقاء مع الناس بره في اوسلو، في مكان كده زي كلاب او مش عارف هو فين بصراحة. تعرفت على الناس وشفت ناس مختلفين. طبعا اكتشفت ان انا تقريبا الجنسية العربية الوحيدة اللي مش فلسطيني، لان انا مصري وكان معايا تقريبا 5 فلسطينيين او 4 فلسطينيين، كانوا كلهم سيدات. ووجودهم ده كان له سبب يعني، وما دون ذلك ما كانش في جنسيات عربية أخرى. كان أنا المصري يعني. بس ما كنتش واخد بالي هو إيه فكرة إن في ناس كتيرة فلسطينيين هناك يعني، هي كانت أكتر جنسية موجودة هي والأمريكان يعني. الأمريكان برضو كانوا جايين ب6 7 والفلسطينيين كانوا 4 مثلا، وباقي الحاجات بقى واحد من كل دولة يعني، بس ما كانش في بلاد عربية أكتر من كده يعني. طبعا لما رحت بقى أول يوم في المؤتمر فهمت ليه الفكرة بتاعت إن كان في شباب كتير من فلسطين وشباب كتير كذلك من إسرائيل يعني، أطباء من إسرائيل. ألا وهو إن المؤتمر بشكل أساسي كانت الكلمة الافتتاحية بتاعته هي دعم للقضية الفلسطينية. اتكلموا على إن هم بيحاولوا إن هم ينهروا الحكومة النرويجية على إن هي عن إن هي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. المهم إن هو القضية دي كانت هم قالوا إن هي دي المحور بتاعنا وإن ده مركز الكلام، وإن هم بيعيدوا وبيزيدوا في تكرارهم لتأييدهم لدعم القضية الفلسطينية يعني، وإن هم بينددوا بكل الأشياء. وهم فعلا أنت لما تمشي في الشارع يعني، لما تيجي تبص كده على الحيطان في بوسترز عادي بتدعم القضية يعني، الناس حتى واحنا في المؤتمر كان ناس كتيرة لابسين الشال الفلسطيني يعني. فطبعا انا بدات استوعب يعني ان هو الموضوع ده هيبقى مركزي جدا في المؤتمر ككل يعني. فطبعا فهمت بقى ال4 او ال3 اللي كانوا جايين بيمثلوا فلسطين او مشاكل فلسطين كانوا جايين ليه. انا فهمت بقى هم كانوا جايين ليه، بس لحد اخر المؤتمر انا ما فهمتش انا رحت ليه بصراحه، وانا هقول لكم ليه يعني. لان انا خلاص يعني بعد ما المؤتمر خلص في اسئله كتير اتجاوب عليها، السؤال الوحيد اللي انا مش عارفه هو انا رحت ليه يعني، كان دوري ايه في الموضوع يعني. لما كملت بقى في المؤتمر طبعا كان بعد التوك الاولاني ده بدأوا بقى يعني يوزعونا ده الناس البرزنتيشنز، كل واحد له يوم. كنت انا في اليوم الاولاني، وفي ناس في اليوم التاني وفي ناس في اليوم التالت.
اتكلمت عن المشكلة، أنا كنت اتكلمت عنها قبل كده في حلقة في بودكاست بجد، ودي قدمتها في الابستراكت أصلا. يعني قلت لهم إن أنا عايز أتكلم عن السايكايتريك أو المينتال إلنس كرايسيس في مصر، أو أزمة المرض النفسي في مصر يعني. واختصارا يعني أنا اتكلمت عن إحصائيات يعني طالعة من قلب وزارة الصحة، وطالعة إحصائيات يعني رسمية من عندنا، بتقول إن في 25% من المصريين عندهم مرض نفسي. 45% منهم عندهم substance abuse يعني مدمنين. وقصاد كده في 1000 سايكايترست، يعني في 1000 طبيب نفسي، وقصاد كده في 300,000 عراف أو دجال. وإن المصريين بيصرفوا على الدجالين دول 50 مليار جنيه سنويا، وبيصرفوا على المخدرات أنا نسيت الرقم بصراحة بس ملايين برضو. وبالرغم من كده يعني الناس ستيل. فأنا هنا كنت بتساءل، يعني احنا عندنا كرايسيس حقيقية. وهنا اتكلمت برضو عن نقطة التوعية. يعني أنا كنت بنتقد برضو الحلول الويسترن أو الغربية اللي هم بيحاولوا يقدموها لنا في البلاد الشرقية دايما، وهي حلول بتنسى قضايا المشكلات الهيكليه. يعني مثلا انا كنت بتكلم، يعني كنت بقول لهم، يعني هم حتى لما كانوا بيسمعوا البرزنتيشن وكان يقول لي طب والاويرنس، طب ومشكله الاويرنس يعني مشكله الوعي عند الناس، هل في ازمه وعي عند الناس؟ فقلت لهم احنا ما نقدرش نسائل ازمه الوعي عند الناس اصلا الا بعد ما يكون في رقم مقبول من التغطيه الهيكليه للمواضيع دي كلها. احنا عندنا الوحدات الصحيه في مصر ما فيش فيها اطباء نفسيين، ما عندناش ممرضين للامراض النفسيه في الاماكن دي. فبالتالي متوسط سنوات الشخص عشان خاطر يكتشف انه عنده مرض نفسي بيبقى كبير جدا، يوصل ل10 سنوات. يعني انت ممكن تبقى عندك مرض نفسي لمدة 10 سنين وانتش عارف، ونجلكت تماما. انت عندك الطب النفسي، والطب النفسي مركزي جدا في القاهرة، بيتمركز في القاهرة بس. ويمكن مشاركات بسيطة من محافظات أخرى، يعني هتلاقي مستشفى هنا ومستشفى هناك، لكن مفيش نظام صحي للطب النفسي يقدر يتحكم في الأعداد دي كلها. وطبعا بعد ما أنا اشتغلت أكتر في الدمرداش، اكتشفت إن الطب كله مركزي في مصر، يعني مركزي فعلا يعني. ودي نقطة بتكلم عنها في أي حلقة تانية. المهم يعني إن أنا لما اتكلمت طبعا كانت الناس اللي ممكن تكون ريليتد ليا اكتر كانت الناس اللي هي في دول اوروبيه بتعاني شويه زي اليونان. كان في واحده يونانيه كانت بتضحك يعني، وكانت شايفه ان احنا يعني في بينا تواصل فسادي. يعني احنا ممكن نكون شبه بعض شويه في المستوى الفساد يعني ومستوى المعاناه، لكن الناس تانية كانت بتنظر دايما للازمه يعني ان هي غريبه. وانا هقول لكم هي ليه غريبه، يعني لان دايما يعني هما فكرة الأزمة الهيكلية نفسها هما ممكن يشاركوا فيها بإيه، بس أنا ممكن أضفت نقطة يعني ألا وهي إن أنا مش طالع يعني أتكلم بصعبانيات عن تجربتنا، ولا إن إحنا تعبانين، ولا إن إحنا فقراء، ولا لكن أنا حبيت أتكلم أكتر عن نقطة إن هو اللي أنا بأكد عليها دايما في حلقات البودكاست، يعني إن هي مش هينفع تماما إن أنت تقدم حلول من على السطح. مش هينفع تماما ان انت تليس المشكلات من بره اذا كانت الازمات متجذره في الهيكل نفسه الاساسي بتاع النظام. يعني طبعا كان في مناقشات كتيره بعد البرزنتيشن. يعني مشكلتي بقى الاساسيه كمان مش ان انا اتكلم بس بقدر ما ان انا اسمع، لان انا لما سمعت كان عندي نوتس لذيذه على السماع بتاعهم، كنت بشاركهم. يعني لما كان في حد بيقول برزنتيشن فكنت بعد البرزنتيشن بسأله، بكلمه، بدردش معاه، بقول مداخلة. فمن المداخلات اللطيفة يعني ان انا اتذكر ان احنا بعد اول يوم ده قعدنا مع دكتورة كبيرة، دكتورة كبيرة نرويجية هي، وكانت مجمعة طلبة كتير، كان غالبيتهم امريكان وانا اتذكر كده، وكان في كام جنسية اخرى يعني تقريبا من اليوكي، من بريطانيا، على كذا بلد، وكان فيها انا برضو. اظن ان انا برضو الوحيد العربي كنت في القعده دي. فهي كانت بتتكلم يعني على نقطه تانية ونقطه لطيفه. يعني هي بتقول لك ان احنا عايزين نعلم الدكاتره ازاي ان هم يتداخلوا اكتر مع مشكلات مجتمعهم، وان احنا عايزين ندخل السوشيال ميديسن او الطب الاجتماعي ده جوه اكتر في المناهج التعليميه بتاعه الاطباء، يعني عشان خاطر الاطباء يبقوا كونسيرند اكتر او مهتمين اكتر بالمشاكل اللي تخص مجتمعهم يعني. ونعلمهم يعني ايه العداله الاجتماعيه، ونعلمهم يعني ايه العداله الاجتماعيه داخل الطب، ونعلمهم يعني ايه العدوان اللي بتقدمه المؤسسات على المرضى الى اخره يعني.
فطبعا كل واحد فيهم بقى بيدلي بدلو، وازاي ان احنا نعلمهم وازاي ان احنا نفهمهم. وطبعا كل واحد فيهم بيحكي بقى موقف معين عن الممرضة اللي كانت رود جدا في التعامل او بروفيشنال بزيادة، فالمريض كان متضايق منها، او الطبيب اللي مش بيهتم غير بكذا ومش عارف ايه، او بيتعامل مع المريض بشكل اوتوماتيك يعني او آلي. فطبعا لما انا عملت مداخله، يعني انا المداخله الوحيده اللي هم ما ردوش عليها، مش عشان انا جامد يعني، انا عشان بس ما يبقاش الكلام بيتقال ان انا بحاول اقول ان انا جامد يعني، بس عشان اقول ان في دايما يعني احنا على الناحيه التانية دايما من كل حاجه. هم عندهم مشكله مثلا ان الناس بروفيشنال قوي مثلا، فلنفترض يعني الدكاتره بروفيشنال بزياده مثلا، فمش مش بيتدخلوا قوي مع المشكلات المجتمعيه بتاعت مجتمعهم يعني. هم شايفين ان دي مشكله وهم عايزين يحلوها. فانا قلت لهم بقى ان طبعا ده حاجه اكستريم، يعني انت ما تكونش مهتم بقضايا مجتمعك يعني ومحتاج حد يعلمك. قلت لها بقى احنا على الناحيه التانية، احنا على الاكستريم التاني، احنا الناحيه الاخرى بقى. احنا مشكلتنا كدكاتره في مصر ان احنا انفولفد بزياده، احنا منخرطين بزياده في ازمات مجتمعنا يعني. وقلت كمان ان الطبيب في مصر مش بيعتبر يعني مهنه جميله او عظيمه او راقيه بقدر ما هي مهنه مقدسه يعني. قلت لها ان احنا ممكن الناس تكون بتتعامل معانا بقدر ما من التعظيم والتقديس والملائكيه، وان ده بيحطنا في ازمه، ان انت يعني انت عايز الناس تعاملك بشكل بروفيشنال عشان تتوقع منك توقعات منطقيه. لكن مشكله الناس ان هي بتنظر للطبيب ان هو يعني بشكل مش بروفيشنال، ان هو ملاك. فبالتالي انت محتاج كتير جدا عشان خاطر توصل لدرجه، يعني توصل لحاله من ان هم يكونوا راضيين عنك. فانا كنت بقول لها حتى يعني حتى اشهر حاجه يعني ان هو فكره ان الدكاتره الجمله الاساسيه يعني بتاعت الاطباء الصغيرين وهم بيدخلوا الكليه دايما هم بيقولوا ان انا عايز يعني اطلع دكتور عشان اعالج الفقراء. فيعني قد ايه احنا متجذر فينا وبنشرب جوانا فكره الدور الاجتماعي حتى واحنا طلبه ومن غير ما حد يعلمنا. هي دي حاجه بيلت ان جوه المجتمع، يعني المجتمع نفسه بيأهلك للفكره دي من اول يوم يعني. فبالتالي الناس يعني مش عارفه تقول ايه، يعني هم كلهم على جانب معين وكلهم بيدوروا مع بعض على حل لبوينت معينه اكستريم في ازمه هنا. انت تمام عندك ازمه، انا كمان عندي ازمه، بس انا عندي ازمه الناحيه التانية، فهم مش ريليتد ليها، مش عارفين يعني مش عارفين حتى نعمل برين ستورمنج مع بعض. يعني مثلا ما كانش في بقى مداخلات بقى، كان في ان هو نظره تعجب، كان في نظره كده اندهاش، وبعد كده نقف ونسكت شويه وبعد كده تكلم واحد تاني. ويمكن مداخلتي كانت غبيه ما اعرفش يعني. يعني انا بفترض الافتراضات كلها يعني. افتكر مثلا برضو من المداخلات اللطيفه ان كانت في طبيبه، اظن كان في 2 اطباء من فرنسا بيتكلموا على ان هم بداوا يعلموا الاطباء الصغيرين اللي هم بيدرسوا او في سنه الامتياز، والاطباء اللي هم الجناير اللي في اوائل سنين النيابه بتاعتهم، بيعلموهم ازاي ان هم ما يتعرضوش للعدوان من الدكاتره الاكبر منهم، وازاي ان هم يلحظوا بعينيهم بقى العدل في بيئه العمل والى اخره يعني. فبرضه انا عملت هنا مداخله، يعني يمكن الناس تفاعلت معايا شويه، يعني ان انا قلت يعني ان احنا عندنا وصلنا بعد مده طويله من العدوان داخل بيئه العمل في المجال الطبي، لان احنا بقينا بنفترض ان هي جزء اساسي وتكويني وتاسيسي للطبيب. يعني انا اتذكر ان انا كنت شفت وانا طالب في الكليه او في امتياز، كان في بوست الواحد ما اعرفش لسه مشهور ولا لا بصراحه يعني، بس كان اسمه محمد حلمي، عمري ما انساه يعني. محمد حلمي ده كان منزل بوست طويل عريض كده ان هو يعني ايه، هو مش عارف كان قابل دكتور مين، هو خد نسا تقريبا، خد نسا وتوليد، وان هو قابل دكتور مين كده، وان هو قال له ان انت عشان تدخل اوضه العمليات اللي هناك دي لازم تلحس تراب المستشفى، تلحس بلاط المستشفى. وحكى بقى حكايات كتيره جدا عن ان هو مش عارف كان مين اللي بينام كان فلان الفلاني النايب اللي كان بينام في الحمام عشان ما فيش مكان ينام فيه، فكان بيستغل قعدته في الحمام وينام شويه. وان كان مين اللي بيكهرب الدكاتره، يكهربهم يعني باستخدام الكهرباء يعني عشان خاطر يصحيهم من النوم. طبعا محمد حلمي في الاخر انت تتصور ان هو بيحكي لك الحكايه دي عشان خاطر يزعل، لا لا لا، ده هو بيقر الموضوع ده وبيشوف ان اللي حصل فيه ده لازم يحصل في الكل اذا كنت انت عايز تبقى طبيب شاطر. يعني اذا كان ليك رغبة ان انت تبقى طبيب شاطر، فالمسألة لا تتعلق بقى بالدورات ولا تتعلق بالعمل المنتظم او لا، يعني هي بتتعلق بلحس بلاط المستشفى رايح جاي،
تلمعها عشان تخش اوضه العمليات. وبتتعلق طبعا بالنوم المتقطع اللي بيعرضك لايه، لامراض القلب يعني والموت في سن مبكره يعني. فانا كنت بقول لهم ان احنا دخلنا في درجه من درجات التعرض المزمن للعدوان، لدرجة ان احنا بقينا بنفترض ان العدوان ضروري لتأسيس الطبيب. يعني انت دلوقتي مثلا قلت لهم ان كيس ان في واحد فينا مثلا خد قرار ان هو يشتكي مثلا عدد ساعات العمل، او يشتكي مثلا التعامل السيء والمهين اللي بيتم من بعض الناس الاكبر منه، فالرد هنا مش هيكون بالاعتذار او بالتجاهل او حتى بالقهر، يعني مش هيبقى بالقهر بقى، لا ده هيكون نقطة تانية. احنا وصلنا لليفل تاني، ان احنا بقينا نبيع فكرة العدوان على اساس ان هي ميزة. واذا كنت عاوز تبقى دكتور، اذا كنت عايز تبقى دكتور بجد يعني، فانت لازم تستباح الناس بقى يعني تركبك رسميا يعني. وان ده بقى اللي هيخليك تبقى جامد وشاطر وبتتحمل الاسترس ومش عارف ايه، وكأن انت راجل شغال فواعلي يعني. مع احترامي الفوالية يعني مش تقليل، بس كل مهنة محتاجة طريقتها يعني. المهم يعني، فده اتكلمت في النقطة دي يعني، فكانت الناس برضو مندهشة يعني. وانا اتذكر ان انا برضو يعني من ضمن الكلام قلت لهم يعني انتوا كانوا بيتكلموا عن عدد ساعات العمل يعني. فكان اتذكر ان كان صاحبي اسماعيل بيتصل عليا وانا هناك يعني بندردش مع بعض، فهو كان خارج من 72 ساعة شغل متواصلين. فقلت لهم يعني، قلت لهم ان انا صديقي لسه قافل معايا دلوقتي وهو 72 ساعة متواصلين يعني. فلو انتوا بتتكلموا على وركينج اورز يعني او عدد ساعات عمل، فاحنا بنتخطى كل الارقام يعني وبنكسرها يعني. وقلت لهم بقى في مقابل ده كله انتوا تتخيلوا ان احنا بنعمل فلوس كام يعني، وسبت لهم الاستيميشن، قلت لهم قدروا انتوا احنا ممكن نكون بنعمل كام يعني. فقلت لهم انزلوا بتوقعاتكم. فيعني واحد يعني كان هو من هو بيرمي فيه مش ان هو بيجاوب يعني، فقال 1000 يورو وضحك والناس ضحكت يعني. فقلت لهم لا ده 110 يورو اللي هم 7000 جنيه يعني. دايما وانا بعمل مداخلاتي ودايما وانا بتكلم في النقط، انا كنت سالت نفسي حتى في اخر المؤتمر يعني، انا هنا بعمل ايه؟ انا شايف ان من الضروري ان المؤتمر ده يتعمل على مستوى عربي، يتعمل على مستوى قاره افريقيا مثلا، يتعمل على مستوى الشرق الاوسط مثلا، يتعمل على مستوى المنطقه المأزومه دي، لان الناس على الاقل تكون ريليتد ببعض، تكون ريليتد بمشاكل بعض. انما انا كنت هناك، انا كنت على الناحيه التانيه، وكنت على ناحيه تانية لوحدي، مش كنت على ناحيه تانية مع ناس تانية يعني. انا اتذكر ان في واحده من اسكتلندا مثلا حضرت البرزنتيشن بتاعها، وهي كانت طبيبه نفسيه، وكانت بتتكلم عن موضوع مش قليل طبعا، بس هو بالنسبه لي يعني بالنسبه لي بعيد شويه يعني. كانت بتتكلم على فكره ان هي كانت بتعور نفسها، بتعمل سيلف انجري لنفسها يعني بسبب ان هي كان عندها مشكله نفسيه وكده. فهي عايزه تشجع الناس اللي هم بيشتغلوا في الطب النفسي اللي عوروا نفسهم قبل كده ان هم ما يتكسفوش وما يخافوش ويشتغلوا، وتشيل من عليهم الاستجمة دي، الوصمة دي، ان الطبيب اللي عور نفسه قبل كده ده مش لازم يبقى موصوم. وطبعا هي كانت يعني دخلت في لحظة ايموشنال كده، فالناس دخلت في حالة ايموشنال فسقفنا كلنا وانا سقفت يعني، ما قلتش حاجة. كويس والله، حاجة جميلة يعني، بتحلي مشكلة، بتتوافق معاكي ومع مشاكلك. الله يعينك يعني، ربنا يعينك وربنا يوفق اسكتلندا والناس الاسكتلنديين كلهم يعني. لكن كنت دايما بقول انا فين يعني. يعني ممكن الناس اللي حست بيها شويه واللي كانوا يعني على نفس الخط زي ما انا قلت، اللي هي الناس اللي مليونان، الناس اللي كانت واحده من الهند، دي كانت حبيبتنا دي طبعا، دي يعني ممكن دي كانت ريليتد كتير للمواضيع دي، كانت كونكتد شويه، حاسه بينا، حاسه بالصرف الصحي، حاسه بالتلوث، ويعني دردشنا شويه ان احنا بنحمل الام مشتركه بسبب ان احنا الاثنين مصر والهند هم منتج يعني الاستعمار البريطاني، اللي انا بشوف ان هو يعني ذيوله مستمره، وان احنا بندفع ثمن الاستعمار البريطاني لحد النهارده يعني. وان الخراب اللي اتمه الاستعمار البريطاني في مرحله مهمه في تاريخ مصر يعني هو اللي استنزفنا المرحله دي كلها، وكل اللي احنا فيه دلوقتي عايشين فيه هي توابع للمرحله دي. وان احنا يعني لو احنا هنتكلم يعني ونتناقش في الحضارات والمستعمر ومش المستعمر والمؤذي والمش مؤذي، فالناس دي مدينة لينا بكتير يعني، مدينة لينا بالمعاناة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي يعني. في طبعا تجارب كتيرة لطيفة بصراحة الواحد يعني شفتها هناك في المؤتمر، بس انا مش عايز اطول، ممكن اعمل حلقة تانية. بس انا كنت عايز في الاخر اقول ان انا بعد ما خلصت المؤتمر كان عندي يومين على تذكرة السفر بتاعتي، فحجزت بيت زي اير بي ان بي عندنا في مصر وكده يعني، وتاخد اوضة في بيت يعني. فرحت البيت والبيت ده كان قريب من بيت الملك، كان بينه وبين بيت الملك 300 متر مثلا
يعني لاجل الكوميديا انا عديت جنب بيت الملك، ما عرفش ده بيت الملك يعني، لان مفيش حاجه، كان عنده 2 حراس بس يعني. الناس نبهتني ان انا وانا راجع ابص عليه ان ده بيت الملك يعني، لو انت عايز تشوف بيت الملك يعني. فوصلت هناك يعني واتفاجئت طبعا ان انا فتحت لقيت جلابيه مصري. اتخضيت بصراحه، ولقيت راجل يعني شكله خضني يعني. فانا اتكلمت انجليزي فقال لي انت من مصر. فانا اتخضيت بصراحه. واسمه عمو فهيم، وراجل محامي يعني، وانتقل للنرويج بقاله شهور. وطبعا انا لما رحت هناك يعني حرفيا يعني انا بعد ما قضيت مثلا الليله الاولى هناك في مع عمو فهيم وزوجته يعني مدام ناديه، هي من المغرب. خلاص يعني قعدت واتكلمت وكلنا. طبعا هم اللي عزموني، مفيش حد بيعزم حد هناك يعني. هم اللي عزموني على الغدا يومين، فطار وغدا طبعا. طبعا لو انا كنت لوحدي كنت هشتريهم. ده مش انكلودed في الحجز، ده كده يعني، ده مصر، ده سلوك مصري عادي جدا يعني. طبعا انا في اول ليله دي اتذكر ان انا من كتر الكلام يعني، من كتر الدردشه معاهم، من كتر الكلام، ان انا صحيت من النوم فجاه فتحت الازازه اتاكد انا في النرويج ولا في مصر يعني. خلاص كل شيء اختفى. الحاله بتاعه التوتر اللي كانت موجوده عندي من ان انا في مكان غريب وان انا وسط ناس غريبه يعني، كل ده اختفى في لحظه. ففتحت الشباك اتاكد انا فين يعني، انا لسه مسافر ولا لا يعني. فطبعا لما شفت الطبيعه الخلابه عرفت ان انا ايه، عرفت ان انا لسه بره يعني. طبعا من ضمن الحاجات اللطيفة ان اكتر المشاعر اللي وصلتني طبعا بعد الزيارة دي، هو ان انا ما حسيتش تماما ان انا محتقر الشعب المصري ولا حاجة، ولا ان انا كنت شايف المصريين همجيين ولا حاجة. بل على النقيض تماما، انا كنت حاسس ان انا مشفق على المصريين. ولعل وانا بدردش مع ناس كتيره برضو في المؤتمر كنت بقول لهم يعني ان انا يعني ما كانوا بيقولوا لي ايه رايك في النرويج او كده، فقلت لهم النرويج جميلة وكل حاجة، بس أكتر حاجة يعني وصلاني كشعور هو إن أنا مشفق على المصريين. وشايف إن إحنا شعب مش وحش ولا حاجة. شايف إن إحنا unfortunate، حظنا وحش. حظنا وحش فعلا إن إحنا اتولدنا في الحقبة دي، وحظنا وحش طبعا إن إحنا أجدادنا تعرضوا للاحتلال الطويل ده اللي خلانا بنعاني لحد دلوقتي، وصراعات حربية ومنطقة مشتعلة خلتنا في المعاناة الشديدة دي. وديكتاتوريات بتتبعها ديكتاتوريات وهزايم متتالية. ما حسيتش ابدا ان انا بكره الناس ولا بكره العرب ولا بكره المصريين، بل على العكس تماما يعني. انا عايز اقول ان كوني مصري وكوني بتكلم مصري ده كان بطاقة هناك بالنسبة للعرب. اتذكر ان مفيش حد عربي يعرف ان انا مصري الا ما كان سعيد بيا لدرجة ما يعني. اتعلم في مصر، عاش في مصر، متجوز مصرية، بيسمع افلام مصري، بيتابع كرة مصرية، في حاجة رابطة بمصر عموما يعني، وحاجة مش كريهة. يعني حتى الراجل فيه انا تهت في مرة، ودي حاجة صعبة ان انت تحصل هناك، ان انت تتوه يعني، لان هي بلد حرفيا بنظام مواصلات في منتهى الجمال، وبلد مرتبة جدا، فيعني يسير فيها الاعمى يعني. فبس انا اتلخبطت في لحظة كده، فرحت على السواق فاتكلمت انجليزي، فقال لي انت منين؟ قلت له من مصر. الراجل كان طاير يعني. واتذكر ان هو وقف الاتوبيس، وده مش ليجل تماما ان هو ممكن ياخد حد من غير تذكره. كنت دفعت تذكره بس خلاص وصلت المكان الاخير، فالمفروض ادفع تذكره تانية يعني. بس هو كان سعيد بيا جدا يعني، وكان عمال يكرر افيهات مصريه يبدو ان هي من افلام انا مش عارفها. هو ما بيتكلمش عربي اصلا، بس كان يعني في منتهى السعاده يعني. برضو قابلت سواق مثلا عراقي، سعيد بيا جدا يعني. اكتشفت ان كونك مصري في وسط البلاد العربية يعني ممكن تكون الناس دي بتطلع مشاعر بسبب الغربة، معرفش. بس هم كانوا بيقولوا مش كده يعني، ما اظنش ان في حد مضطر هناك ان هو يدهني يعني. انا مفيش في ايدي حاجة له. وانا كنت سايح وهو مقيم يعني. لكن انا اكتر حاجة حسيت فيها ان انا حسيت بيها هو ان احنا شعوب مظلومة. شعوب يعني بس حظنا وحش مش أكتر. ما حسيتش أبدا مثلا إن الناس النرويجيين هم أذكى، هم أجمل، هم أحسن. بل إن أنا حسيت العكس تماما يعني. حسيت إن إحنا، وعلى الناحية التانية كمان، إحنا مش شعوب كسولة ولا حاجة، إحنا شعوب مجتهدة جدا. بنبذل مجهود كبير في عدد ساعات مهولة. يعني أنا كنت بقول لهم دايما إن إحنا يعني، قلت كده في المؤتمر، قلت لهم يعني انتوا عايزين تبقوا بروفيشنال مثلا كاطباء، قلت لهم احنا بنبقى بروفيشنال بس بصعوبه يعني. مش بصعوبه يعني احنا بنوصل لده بصعوبه، لا احنا بنعمل ده بالهارد واي. قلت لهم يعني وي بلاي هارد، احنا بننفذ كل حاجه في سيركمستانسز صعبه يعني. اذا كنتوا انتوا مثلا في المجال الطبي مثلا عايزين
تعملوا مثلا، هم مثلا من ضمن الحاجات الاجباري عندهم ان انت لو دخلت تكشف في عياده، فالعياده دي انت لازم تكشف، الطبيب لازم يقعد معاك 45 دقيقه يعني عشان ياخد فول هيستوري منك، ياخد تاريخ مرضي كامل ويبدا يكشف عليك في كل تفصيله والكلام ده كله يعني. فقلت لهم يعني هو الكوميدي في الموضوع هو ان احنا بنتعلم، ودي حاجه اشيد بيها طبعا لمستشفى الدمرداش والناس اللي هناك يعني، وان احنا بنتعلم ازاي نكون بروفيشنال ونعدي على تفصيله تفصيله ونكشف على المريض من شعر راسه لضوافر رجليه، لكن مش في 45 دقيقه. يعني هي دي الفكره بقى، ان انت تلعب الجيم دي وتبقى توتالي بروفيشنال بس بسرعه. فانت بتكتسب مهاره يعني جديده، هو ان انت مش بتبقى بروفيشنال بس، انت بتبقى بروفيشنال وسريع جدا وكفء جدا يعني. حتى انا قلت لهم يعني انا في مكان شديد الزحام، يعني انا عمري ما اتخيل ان اي حد فيكم ممكن يكون بيعدي عليه ريت عيانين في اليوم زي ما انا بيعدي عليا. مستحيل، لا هو فعلا مستحيل يعني، خصوصا الناس في النرويج يعني. مستحيل مثلا تكون انت شغال في طب المخ والاعصاب مثلا فيكون بيعدي عليك مثلا حالات زي ما بيعدي على اصغر نايب مخ واعصاب في استقبال الدمرداش مثلا. مستحيل يعني، ده حقيقي مستحيل. والفرايتي والحالات الكتيره والى اخره يعني. المهم الشاهد من الموضوع، الناس استقبلتني استقبال رهيب طبعا. انا عيطت كتير وانا ماشي لان هم خففوا عني كتير. ويمكن انا عايز يعني، هو استاذ فهيم الهمني تجربه مفيده بصراحه في حياتي يعني. الراجل مر بقصص كتيره في حياته، وابس اند داونز كتير يعني، ابس اند داونز بكميه رهيبه. فانا بصراحه يعني حسيت ان انا اكتر شعور بيراودني هو ان انا يعني انا خايف دايما ان انا السنين اللي فاتت ان انا اضيعها واخد خطوه جديده، ان انا اللي انا وصلت له ومش عايز افقده، ان مش عارف ايه الكلام ده كله. حسيت الحياه لا، مش يعني ما ينفعش انها تقف بالشكل ده يعني. وان الانسان يعني اذا ما كانش هو يغير من نفسه ويشوف وما يخافش على اللي فات وما يخافش على اللي هو بناه ده، لو في فرصة تانية أحسن إن هو يبنيها. إن هو هيجي وقت معين والحاجات اللي هو بناها دي هتتكسر غصب عنه. يعني أنت خايف من الحاجات دي أنت تسيبها فتتكسر أو تضيع، لأن أنت ومش عايز تاخد خطوة تانية أفضل في حياة تانية أفضل عشان خاطر خايف على اللي في إيدك. بس للأسف طول ما الوضع مش مستقر، طول ما كل حاجة مهددة هتنهار غصب عنك يعني. بصراحة يعني ما اعرفش هل يمكن مثلا لأي ثقافة أخرى مثلا غير الثقافة المصرية أو العربية خصوصا إن هي تحمل كل هذا الدفء. يمكن أنا بقول كده عشان خاطر أنا كنت قاعد مع ناس بيتكلموا لغتي الأم، ما أعرفش. بس أنا ما أظنش كده خالص. يعني أنا أتذكر مثلا إن كان من ضمن الناس اللي جم في البيت وخدوا أوضة كانوا 3 شباب أسبان، ولد واخته وصديقهم. وهم يعني هم دافعين حق الشقة يعني، هم كانوا عيال صغيرة تموا 18 سنة و... وخلاص يعني هم جم وهيقعدوا في الأوضة ومش عارف ايه. مدام نادية اللي هي زوجة أستاذ فهيم يعني عملت لهم أكل. وخليني أقول يعني الموضوع ده ممكن أنت تحس إنه حاجة عادية يعني، بس هو هناك مش حاجة عادية. والوضع اللي هم فيه حاليا مش وضع يسمح بالعطاء، ولكن الناس بتتعامل بشيء تاني متجذر جواهم يعني. شيء إنساني، شيء ثقافي، شيء يعني عاطفي، معرفش. تبدو الثقافة بتاعتنا بدرجة ما يعني فيها عوار كتير أو فيها مشاكل كتير، لكن نظل شعوب مش همجية. شعوب عندنا مشاكل كتيرة مع الجهل والفقر والمرض ومشاكل كتيرة من الظلم اللي أنتج أسوأ ما فينا، لكن في الآخر يعني إحنا مش حضارة سيئة يعني، ومش شعوب تستحق الاحتقار يعني. أنا حابب طبعا أشكرهم من وأنا هنا يعني، حابب أشكرهم كتير على استضافتي. يومين حسيت فيهم براحة شديدة، وحسيت فيهم ان يعني هو الراجل نفسه اتعرض لخذلانات كتيرة في حياته مثلا، ولكن هو قدم لي خير. لان هو تقدم له خير يعني، لان هو تقدم له خير في حياته وفي شبابه، والحاجات دي يعني ظلت جواه. هو مقتنع بيها وما زال بيقدم خير للناس عشان في ناس قدمت له خير في حياته. ولعل هنا برضو انا محتاج اذكر دكتور محمد شفيق، وانا كنت كتبت عنه مقال قبل كده على الاكونت بتاع الفيس بتاعي.
إن هو كان ساعدني وأنا في سَتّة كُلّية، وأنا ما زلت بابعت له رسايل لحد النهارده يعني. هو كان طبيب نفسي وأنا كنت اتعرّضت لمشكلة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا يعني. واستعنت بيه وهو وقف جنبي بشكل كبير وأكتر من أكتر من أي حد يعني. وكان بلا مقابل من غير أي حاجة يعني، ما فيش أي حاجة هو استفادها منّي يعني. فأنا ما زلت دايمًا باراسله يعني وباقول له إن أنا إذا كنت باقدّم خير وإذا كنت باعمل حاجة وإذا كنت باشارك، إذا كنت باقدّم للناس خير أنا عارف إن ما فيش مقابل من قصاده، فأنت أكيد ليك نصيب من الموضوع ده. أنت مش مجرّد إن أنت ساعدتني، أنت ساعدت ناس أنت ما تعرفهمش تمامًا من خلالي. دكتور محمد البكري برضه طبيب نسا في الزقازيق، عمل معايا مواقف كتيرة وأنا طالب. كنت عندي مشكلة كبيرة جدًا أيام الكلية يعني، وكان راجل عمره ما قلِّل منّي وكان بيدعمني دايمًا. ودايمًا حتى الآن باراسله برضه، باقول له إن أنا ودايمًا الناس اللي عملت لي خير دايمًا باراسلها، وباقول لهم إن أنا عايزكم تكونوا عارفين إن في ناس بتتساعد في الدنيا دي بسببكم أنتم يعني. أنا أخدت ساعة، يعني أتمنى بصراحة الموضوع ممكن يطوّل أكتر من كده بكتير يعني، بس أنا حبيت إن أنا أجرّب مرّة واحدة في حياتي إن أنا ما أستفيضش في الكلام يعني. أتمنى تكون كانت تجربة لذيذة. إن شاء الله هاعمل فيديوهات أقصر من كده شوية عن ملاحظات خفيفة يعني ممكن تعدّي بيّا. وإن شاء الله برضه إحنا هنحضّر الموسم التاني، بس الانشغالات بتاعتنا تخِف. وأتمنى تكون التجربة دي لذيذة يعني. قولوا لي كل الcomments اللي أنتم شايفينها. وبس. وأشوفكم على خير إن شاء الله، وأشوفكم قريب، هاحاول أشوفكم قريب. باي.